جماعه النهارده هعمل سيف ياباني حقيقي بكل تفاصيله، وهعمل له شفره تقطع اي حاجه بكل سهوله، وهنجربه مع حاجات كتير هيبقى جامد قوي بجد. واول حاجه اتفرجت على اشكال كتير وهعمل السيف ده، وباقي الاشكال هعملها برضو بس بعدين. وجهزت الديزاين لكل القطع اللي هحتاجها وحاجات تانية الفيديوهات اللي جايه، فما تنسوش تعملوا لي فولو لايك علشان اللي جاي هيبقى قوي جدا. وحفرت كل الاجزاء ليزر على خشب، وهسيب لكم الديزاين ده لو حد عايز يعملها، وكده بقى معايا كل القطع بمقاسها الحقيقي. وهحتاج في الاول القطعه دي علشان اعمل الشاسيه، وهلزق كل حاجه بسوبر جلو معاه مثبت علشان يبقى اقوى وينجز وقت. وخدت الجنبين اللي هيتركبوا بره ورسمت عليهم خط موازي للشفره، وحفرته بالميني كرافت بسمك صغير علشان لما اتني الخشب ما يتكسرش ويعمل شكل الكيرف بتاع الشفره. وثبت القطعتين على بعض، وكده محتاج اقلل سمك الشفره لاقل حاجه قبل ما اكمل، فصنفرتها درجات كتير وكنت ماشي على نفس الكيرف لحد ما وصلت لاقل سمك في الخشب. وعلشان اخليه اكتر سيف حامي ممكن تشوفه في حياتك، جبت سنون قطر كتير وقعدت اكسر واظبط فيهم علشان اثبتهم على الشفره كلها. الجزء اللي هيبان منهم سمك 3 مللي بس، وعامل لهم طبقه شمع تحت كل الشفرات علشان مستحيل يتكسروا بعدين. وبعد كده لزقت الاجزاء بتاعه الشاسيه وثبت الجنب التاني، والسيف الخاين عورني اول ما عملته. وبعد ما نشف صنفرت كل الاجزاء من بره، ونحت اجزاء من الشفره علشان تمشي مع الشكل، وثبت فينيل اسود مطفي على الجزء اللي فوق كله، بس اتبقلشت تاني فغطيت الشفره كلها بفينيل لحد ما اخلص بقى واكملها في الاخر علشان انا مش مستغني عن صوابعي. وعلشان اعمل باقي السيف طبعت القطعه دي ورشيت جزء منهم لاكي ابيض وجزء اسود. لما القطعه كلها نشفت جمعتهم مع بعض طبقات علشان تعمل الشكل في الاخر بالوان وخامات مختلفه. والفيديو ده طويل شويه فمش عارف انزله هنا، هتلاقوا الفيديو كامل موجود على القناه او اللينك اللي تحت، وعايز اعرف رايكم